الدار البيضاء وبالمحمدية. فريق شباب المحمدية استقبل فريق اتحاد طنجة، المباراة اللي عرفت التعادل هدف لمثل شباب المحمدية اللي مازال كيبحث على الانتصار ديالو الأول بالميدان، فيما اتحاد طنجة يعني يمكن نقول بأنه لعب يعني مشقة الأنفس وبتدخل العديد من المسؤولين على فريق اتحاد طنجة. المتابعة لجيهان جاهوري وإيهاب جمال الدين. في الفرقة كيما بغيتو، جواتو بينا في المغرب ما حسيتو. بهذه العبارات حضر أعضاء إلترا إيركوليس لمدينة المحمدية للاحتجاج على الوضعية التي آل إليها فريقهم اتحاد طنجة. الأخير كان أعلن في وقت سابق عن اعتذار مفترض أمام شباب المحمدية، والسبب مادي محض، عدم قدرة المكتب المسير على صرف مستحقات مكونات الفريق، والحمى انتقلت إلى سائر فروع النادي الطنجي. المباراة تقرر إجراؤها في آخر لحظة، والفريق لم يحزم حقائبه إلا صبيحة اليوم لخوض المباراة أمام الشباب، مباراة انتهت بلا غالب ولا مغلوب، والنتيجة التعادل الإيجابي. المقابلة كانت مفتوحة، كنا سباقين الأهداف بكرة ثابتة، وكنا غنسجلوا في كرة ثابته، ولكن ما جابش الله. اللعابه اللي عندنا حاليا منذ بدايه الموسم 18 لاعب ولا 16 لاعب اللي هما كاليفي، مازال ما عندنا شيء البديل ديال الغيار منذ بدايه الموسم، وكاين الان واحد نوع من العياء، خص تكون عندك امكانيات باش يمكن لك تسير الايقاع ديال المقابلات. الضغط بدأ في صفوف عناصر مدينة الزهور، لكن المحاولات لم تكن بالتركيز الكافي للوصول إلى الشباك، إلا أن الضغط غالبا ما يثمر هدفا، وهو ما حققه المحليون بعد ربع ساعة من اللعب عن طريق عادل أميمي. هدف جعل سعيد الخيدري يتدخل لإعطاء التعليمات من المنصة. مدرب الفريق لم يتوصل بعد بأوراق التأهيل من الجامعة الوصية، تعليمات لم تغير في النتيجة شيئا، ومحاولات الاتحاد لم تشفع في إعادة التوازن للمواجهة. هنا خطأ في التغطية الدفاعية من عناصر المحمدية كاد يكون في صالح الزوار لولا التسرع، وجولة أولى انتهت على إيقاع هدف وحيد لعناصر الرعد. بعد الاستراحة الضيوف بغثوا الشباب بهدف مبكر لم تستطع عدسة الرياضية تصويره حمل إمضاء رضوان الفوقي. هدف حرر العناصر الزائرة التي أبدت عزيمة قوية كثورة على المشاكل الداخلية للفريق، رغم أن أصحاب الشأن بالاتحاد أكدوا أن اللاعبين لم يتسنى لهم تناول وجبة الغداء، أمر تم تجاوزه خلال دقائق المواجهة، والنتيجة العودة بنقطة خارج الميدان في ظل كل ما يتخبط فيه الفريق من عدم استقرار إداري وتقني. كناش غادي نجيو بكل صراحة، يعني جينا حتى 8 ونص ديال الصباح وخدينا واحد القرار بان طنجة ما تستاهلش تدير اعتذار باخص هذه المقابله، وجينا عازمين. يعني بصراحه حنا ما كناش كاع النقطه، ما كناش منتظرين، كنا حنا منتظرين 3 نقاط، واخا الظروف اللي صعبه حنا كنا بغينا نحققوا 3 نقاط. والاهم حنا الدور ديالنا كنعملوه وكنحاولوا يعني باش نخليو الفريق دائما يمشي مزيان، كنديروا لافتات، كنعملوا احتجاجات في لونطريمون يعني، وكنعملوا يعني دائما كنمشيو على المسؤولين كنحاولوا نهضروا معاهم باش بالصفه ديالنا ماشي اولترا، يعني كنهضروا معاهم باش يديروا شي حاجه يعني مزيانه للفرقه، باش يعطيو شي حاجه للفرقه، ماشي يبقاو يفكروا في راسهم وفي السياسه ديالهم. مشكل آخر يشكل عائقا لإيرادات الفريق يتمثل في قلة عدد المستشهرين الذي لا يتعدى الرقم 2، أحدهما اختار المساهمة في تمويل مهرجان الجاز بالمدينة بغلاف مالي قيل أنه لا يقل عن 6 ملايين درهم، أمر يجعل تمويل فريق يمثل مدينة كطنجة لا يرقى إلى ما هو منتظر، والبحث عن حل لن يكون قبل شهر دجنبر المقبل كآخر أجل لانعقاد جمع عام لفروع نادي اتحاد طنجة، بعد أن كان القيمون عليها قد أعلنوا إمكانية انسحابهم من جميع المنافسات الوطنية. اكيد بان من خلال الروبورتاج وما يعني تابعنا يعني يمكن تمويل الفريق الى شنا 6 تقريبا ديال الملايين ديال يعني اللي تصرفات في مهرجان يمكن انها تصرف في نادي الرياضي على اي يعني. سعيد الخيدر حتى الان لم يتوصل باوراق التاهيل ديالو، الحنوني لم يتوصل بالمستحقات ديالو. واش يعني انتم كمكتب مسير يعني داخل هذه المشاكل شنو الحلول اللي قررتوا انكم يعني على الاقل انكم توصلوا لها؟ احنا كمكتب كنحاولوا نوصلوا للحلول، ولكن كيف ما كتعرفوا راه المشكل ديال اتحاد طنجة هو مشكل مادي، وحنا حتى الساعه باقي ما توصلناش حتى شي دعم، وما يمكنناش اننا نزيدوا في المصاريف. حنا يلاه كنتغلبوا على المصاريف اليوميه، وهذا كيبقى مجهود شخصي. نعم. كيبقى مجهود شخصي. ومن الناحيه ديال المباراه ديال اليوم فهي تقامت بدون مدرب، بدون مساعد ديال المدرب، وبدون مدرب ديال الحراس. نعم. كانوا غير اللعابه
مع بعضهم هما اللي يسيروا المقابله. نعم، وغادي نستمعوا الان لبعض التصريحات اللي غادي تقربنا اكثر من المشاكل اللي كيعيشها ليس الفرع فقط كره القدم ديال اتحاد طنجه ولكن باقي الفروع اللي استقتها الزميله جيهان جهوري بعدسه ايهاب جمال الدين. جا الوقت الانسان اللي خصو يصحح المسار ديالو، وهذا الشيء اللي عملت عليه الفروع والجمعيات مع رئيس المكتب المديري اللي طلبته بالجمع العام اللي عاد عطاتو اقصى مده هو ديسمبر المقبل ان شاء الله لحل هذه المشاكل وهذه. لكن ريتمت الجيل الجمعيه العامه ديال الفروع وديال المكتب المديري عملنا على اساس نسندوا الفرع ديال كره القدم اللي هو واخد البطوله ديالو لان في الدوره هذه واللي كيعيش ظروف ماديه زعما تحالكه. الانسان ما يسمحش لنفسه انه يخلي هذه المدينه هذه والممثل ديالها يندثر ويعلن على اعتذار عام. فرع كره القدم هو قاطره ديال جميع الفروع، الى صابها شي عله راه كتسيب كل شيء. حنا كنتمناو من جميع المسؤولين في مدينه طنجه في هذا الاسبوع هذا يحلوا المشكل هنا للفريق، وكنتمناو من الجمهور ديال طنجه هذا الاسبوع اللي ما جي يطلعوا بكثافه من الاستاد ويشجعوا الفريق ويعاونونا باش نخرجوا من هذه الورطه اللي فيها. احنا جايين في الطريق ولابسين في الكار ويجوا اللاعبين ويعطوك هذا المستوى، فما بالك لو كانوا بايتين البارح هنايا ومرتاحين ونفسانيا مرتاحين. كنقول بان كنطلب من الرجالات ديال طنجه ومن طنجه والحرار بان يوقفوا بجانب هذا الفريق ديالهم، لان راه ملي جاو كنلعبوا هنا راه الناس كيتسناو في المحمديه كيقولوا لاعبين مع اتحاد طنجه، ما كيقولوش اتحاد ديال دفوف ولا اتحاد ديال الخيضر، اتحاد ديال طنجه كيمثل طنجه وكلهم، فخاصهم كلهم يلتفوا وراء هذا الفريق. وكنقول بان ان شاء الله لا عاونونا وقفوا بجنبنا، عندنا فريق لان اللي يمكن يكون هذا اخر سنه في القسم الوطني الثاني. نعم، يعني هذو التصريحات كلها كتصب في اتجاه واحد هو ما يعيشه فريق اتحاد طنجه. اكيد معنا نتمناو ان كل الغيورين انهم يساندوا الفريق، ولكن التساؤل ديالي الى ما تحلوش هذه المشاكل وبقى الفريق بنفس الشكل اللي كنشاهدوا، واش غتبقاو انتم في نفس التضحيات ام ستكون هناك اشياء اخرى حتى يعرفها الجمهور ويعرفها كل الغيورين على مدينه طنجه؟ هو من واحد الناحيه حنا فريق اتحاد طنجه باين في المقابله اللي فاتت هذه المقابله بان ما كاينش ازمه ديال الرجال، راه كاين ازمه ماليه. الحمد لله راه الرجال راهما كاينين من الناحيه ديال الاطر ولا من الناحيه ديال اللاعبين راهما في المستوى وقادين انهم يلعبوا الصعود. من جهه اخرى التصرف ديالنا غادي يبقى ثابت، لان نقدروا نهضروا مع اللعابه واحد المباراه جوج اقصى حد ثلاثه، وحنا راه فوتنا الثالثه. حتى اللاعبين عندهم مصاريف وعندهم عائلات وعندهم اشياء كثيره، فما يمكنش التضحيه غتبقى بشكل كبير، لان كنعرفوا حنا كنهضروا على الاحتراف، فاللاعب محترف هو هذه مهنه، صبحت عقود، صبحت اشياء اللي اكيد بان يعني لازم يعني تكون توفر الموارد الماليه. غيبقى عندنا بعض يعني الدقائق يعني سي عادل، قبل ذلك نمشيو نشاهدوا الملخص ديال النادي المكنسي.